من فترة نزلت وصفة على الفيسبوك ففي صبية كتبت لي هاي طبخات الكسالة للأسف، ما بعرف ليش للأسف يعني. فاليوم أنا جايتكم بوصفة كسالة تانية، وشوفوا ما أصيبها. بشوية زيت على النار حطيت بصلة وحبة من الفلفل الخضراء و500 جرام من صدور الدجاج اللي مقطعة بهذا الشكل، بقلبهم حتى يبلش الدجاج ياخد لون. بحط معلقة صغيرة من الملح ومن الزنجبيل المطحون ومن الهال المطحون ومن الفلفل الأبيض. إذا الفلفل الأبيض ما متوفر حطوا فلفل أسود. هلا رح يضل الدجاج على النار لحتى يستوي تماما، تنشف السوائل، وهيك صارت الحشوة جاهزة. بنسكبها على طرف وبنحط لها معلقة كبيرة من المايونيز، معلقتين كبار من الكاتشب، بنحركهم وبنجيب صمن البرجر. أنا هذا جايبته من عند الأتراك فما فيه كحول. حطيت شوي من الحشوة وشوي من جبنة الموتزاريلا، وبحطهم بالصينية وعلى الفرن. الفرن محمى مسبقا يا دوب 12 دقيقة بس لحتى الجبنة تدوب والصمنة بصير فيها هيك شوية قرشة، فبتطلع كتير طيبة. جربوها، أنا متأكدة رح تعجبكم، وصحة يا رب وألف هنا.